لذلك أقول مغاربة وجدوا لسانكم الفوق 2026 أن المكتب الكهرباء والماء قد رفع يده على القطاع وقد فوته أو سيتم تفويته للشركات الخاصة. وكما قال الأخ نشوش قال لكم اسيدي غادي نعاود لكم التغابي، هو ما غاديش يعاود لكم التغابي وفوق 2026 غادي يعاود لكم التسرويله. لذلك أيها المغاربة سيتم توزيعكم، غادي يوزعوكم كما يوزع الديك المذبوح يوم ليلة عاشوراء، غيدير بكم الرفيسة العمياء. السلام عليكم اخوتي المغاربة الأحرار، كيف حالكم وأحوالكم؟ واحد الموضوع خطير جدا بالنسبة لي أنايا وخاصة المغاربة المتواجدين داخل الوطن الحبيب. أقول لكم في أفق 2026 اللي ما بقى لها والو اللي هي على الأبواب أن المكتب الكهرباء والماء قد رفع يده على القطاع وقد فوته أو سيتم تفويته للشركات الخاصة. بمعنى أن كما كاين مع قطاع المحروقات كاين هناك شركات خاصة دايرة في المغاربة ما بغات، كذلك شركات خاصة غدير في المغاربة ما بغات في قطاع الكهرباء. أكيد هاد الشركات الخاصة غيتلقى فيما بينها وغيتفق على واحد التسعيرة كما دارت الشركات المحروقات، تلاقاو بيناتهم في الغرف المظلمة واتفقوا على واحد التسعيرة. البترول اللي هبط البترول اللي نزل ما على بالهمش بالسوق الخارجي، هما مهتمين بالسوق الداخلي لأنهم ضاربين المواطن في جدار ديال الودن. لذلك أقول مغاربة وجدوا لسانكم الفوق 2026. لذلك أيها المغاربة سيتم توزيعكم، غادي يوزعوكم كما يوزع الديك المذبوح يوم ليلة عاشوراء، غيدير بكم الرفيسة العمياء. وجدوا لسانكم عوض المغاربة ديالنا باش يقابلوا الأوضاع الداخلية ويشوفوا المشاكل ديالها ويشوفوا هاد الشركات الكبرى اللي كتوزع فينا كما بغات. واش مقابلك الزليج ديالنا، القفطان ديالنا، الكسكس ديالنا، ومقابلين بلا المغرب دار أكبر ميناء، أكبر مطار، أكبر ملعب في إفريقيا، عندنا تي جي في. دخلنا عليك بلا ما تجيك الفاكتورة روح دير تي جي في خلصها. وكما قال الأخ نشوش قال لكم اسيدي غادي نعاود لكم التغابي، هو ما غاديش يعاود لكم التغابي وفوق 2026 غادي يعاود لكم التسرويله، غادي يعاود لكم التسرويله وغادي يعاود لكم القماطه. وتماك من تجيك الفاكتوره تما قول عندنا اكبر ملعب، من تجيك الفاكتوره غاليه قول عندنا اكبر، قول عندنا تي جي في. لذلك اقول لكم كما قال هذا السيد، سمعوا مليح، ديبيشيفو ديبيشيفو. عرفتي شنو هي ديبيشيفو؟ وزربو نوضو، راه ما بقى والو في هادشي. نوضو من النعاس، غيفييفو غيفييفو، كلكم غيفييفو. الدعوه ما تعجبش ديبيشيفو وجمعوا لسانكم، راه ما بقى والو الانتخابات 2026. والله ويشد اخنوش من جديد حتى يعاود لكم التغابي ويعاود لكم التسرويله ويعاود لكم الطهاره وشي حوايج بلا ما نقولها. تحيات.